بكم عنوان هذه الحلقة: المافيا المغربية، معروفة بالأسماء الحركية مافيا موكرو أو موكرو أورولوغ. هي جماعة إجرامية متفرقة تتكون في الغالب من بلجيكيين وهولنديين من أصول مغربية، بالإضافة إلى جماعات من جزر الأنتيل الهولندية وأقلية من أصل سورينامي أو كاريبي. ذهبت المافيا على النشاط منذ أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات على الصعيد الدولي، وتحديدا في أمستردام بهولندا وبلجيكا. وتتمتع المافيا المغربية بعلاقات تاريخية مع الكارتلات الكولومبية والمكسيكية، حيث تستورد منها المخدرات بانتظام، سواء الكوكايين أو العقاقير المصنعة مخبريا، قادمة عبر موانئ الجزيرة الخضراء في إسبانيا والبرتغال وروتردام في هولندا وأنتويرب ببلجيكا، بمساعدة ببعض أفراد الشرطة والجمارك والسياسيين الفاسدين، حيث تتولى الجماعات توزيعها إلى بقية القارة الأوروبية. وبالتالي فهي تعد واحدة من أكثر المنظمات الإجرامية مهيمنة على سوق تجارة المخدرات في أوروبا. وبالرغم من اعتبار المافيا المغربية كيانا منفصلا عن المافيا النشطة في الغالب في الجزء الشمالي من المغرب وأوروبا، إلا أن المصطلح يشمل كذلك جل أباطرة الحشيش المغاربة والصحراويين النشيطين في تجارة المخدرات بإفريقيا والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والبضائع المحظورة مثل السجائر والكحول. ومع ذلك فإن مصطلح المافيا المغربية لا يشمل مافيا اليهود المغاربة مثل عائلة أبيرجيل وعشيرة عاسي أبو بلبل وعشيرة الدوميراني التي تدخل ضمن نطاق المافيا الإسرائيلية. ورغم ذلك ترتبط عشائر المافيا الإسرائيلية مع المافيا المغربية في هولندا وبلجيكا، لا سيما في التوزيع العالمي للأدوية المصنعة مثل منشط الإكستازي الذي تعد هولندا أكبر منتج له وللأمفيتامينات في العالم في عام 2016، ثم تفكيك واحدة من أكبر وأقوى شبكات غسيل الأموال العملاقة التي كانت تنشط بين أوروبا والمغرب. ويعتبر الملياردير المغربي محمد الخراز المعروف باسم شريف بن الويدان أكبر تاجر مخدرات على مستوى العالمي وأكثر المجرمين تأثيرا في تاريخ المغرب، حيث كان يعرف في جميع أنحاء العالم بين المافيا الكولومبية والمافيا الإيطالية وكثير من المافيا الدولية بنفوذه الواسعة في الفساد والقضاء والشرطة. وقد أثار اعتقاله في أحد أضخم قضايا المخدرات المذهلة موجة إعلامية عارمة على وسائل الإعلام والصحف المغربية والدولية. تعرف من أين نشأت هذه المصطلحات وهذه التسميات. نشأ مصطلح موكرو منذ نهاية الثمانينات في إشارة من قبل السكان المحليين للمهاجرين المغاربة في هولندا وبلجيكا. تطور المصطلح مع بداية تشكل العصابات الإجرامية ليصبح المسمى الحركي مافيا موكرو معتمدا لدى السلطات الهولندية والبلجيكية الناطقة بالهولندية، في إشارة إلى المنظمات المغربية فقط النشطة في اتحاد بلونكس الذي يضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، دون تمييز بين العشائر الأخرى المتناحرة فيما بينها والأقلية العرقية من أصل سورينامي أو كاريبي. وفي عام 2013 ظهر المصطلح للعلن من قبل الكاتب والصحفي الاستقصائي الهولندي مارين شريفر بعد نشر كتابه الشهير مافيا موكرو عام 2014. وتشير تسمية المافيا المغربية النشطة في القارة الأوروبية تحت المسمى الحركي مافيا موكرو إلى العبارة الهولندية وايبريد ديت جيت، والتي تعني من يتكلم يموت. منذ بداية حرب تصفية الحسابات بين العصابات عام 2012 تداول الإعلام والصحفيون في أوروبا أسماء حركية أخرى للإشارة إلى المافيا المغربية ومافيا موكرو، مثل حرب الموكرو أو موكرو أورولوغ. في عام 2017 ظهر مصطلح مافيا بيروغو الذي تبناه الكاتب البلجيكي رال سوفيلير بعد إصدار كتابه مافيا بورغيروغو بسرعة كبيرة في الصفحات الأولى للصحف البلجيكية، ليصبح المصطلح الأكثر انتشارا لدى السياسيين والإعلاميين والصحفيين للدلالة على الشبكات المغربية النشطة في مدينة أنتويرب الفلامينية في بلجيكا. وجاء مصطلح بوريغورو مشتقا من المصطلحين بوريغورهوت وهي ضاحية في مدينة أنتويرب البلجيكية، ومصطلح ماروكو الذي يعني المغرب بناء على عرقية أفراد المنظمة، حيث صرح الكاتب أن اختياره لمصطلح بوريغورو كان بناء على العدد الكبير من العائلات المغربية النشطة في مدينة أنتويرب.